السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف انتوا زهقتوا مني ولا لا. هو الفكرة يا جماعة مش في قيمة اللعيبة دي فنية، عشان بس نبقى واضحين. يعني عشان في بعض الناس عند جمهور الزمالك رايحين يتكلموا مع بعض اليوتيوبرز وبعض الناس اللي في السوشيال ميديا الاهلي محروقين، مش عارف ولعتوا كلام كده، كلام فارغ من اللي بنسمعه يعني، واللي احنا اتعودنا نسمعه من ساعة ما وعينا على الكورة او وعينا على الرياضة وبنتفرج على الرياضة. بالعكس، ممكن لعيبه موجوده في سكواد الزمالك الحالي يكون افضل بكتير من اللعيبه اللي الزمالك هيتعاقد معاها قريب، سواء شبان ولا بالحاج ولا حتى ناصر منسي. الفكره في ان انت على راسك ريشه، والفكره ان انت مصدر الناس اكاذيب. اعلامك وناديك بيصدر اكاذيب، والفكره ان انت مقتنع بالاكاذيب دي، وجمهور الزمالك ما بيشبعش كذب للاسف. يعني انا اسف، يعني اغلبهم، عشان ما ابقاش ظالم يعني لسه واحد من شويه بيحاسبن فيا في فيديو من الفيديوهات، بيقول لي انت عارف الحقيقه يا بيه ان انت عليك مديونيه 70 مليون. الحقيقه انك انت ايدت اللعيبه دي اصلا على السيستم من غير ما تدفع مصاريف القيد بتاعتهم. الحقيقه ان انت كل المبلغ اللي انت تدفعه مصاريف القيد بتاعت اللعيبه دي. الحقيقه وفقا للفيديو اللي صدر من اتحاد الكوره او اللي ظهر في مرتضى وهو في اتحاد الكوره، بتقول ان محمد ابو يافا بيقول ان في انديه كان قيدها واقف على 10,000 و20,000 في الصعيد ما ايدتش، علشان اتحاد الكوره رفض يأيدها من غير ما تدفع المديونيه. بس هو انا مش فاهم، جمهور الزمالك ما بيشبعش اكاذيب؟ يعني انت ما بتشبعش الاكاذيب اللي بيكذب عليه خالد الغندور وجمال عبد الحميد وطارق يحيى وهزاز الرؤوس، وداخل قناه واحد زي حياتي اهلاوي كل اللي حيلته 6,000 مشترك علشان عايز تسمع كمان هو بيكذب؟ حاجه غريبه قوي. بتحاسبن فيا؟ لا، حاسبن في اللي بيشتمكوا اللي لما بيزهق من شتيمه الناس بيشتم جمهوره. الله، ايه ده؟ وبعدين في حاجه تانية، هو النهارده الفكره في ان انت دلوقتي فتحت القيد. يعني الفكره انك انت يعني ما اسقطتش حق الانديه اللي كانت عايزه تأيد علشان 10,000 و20,000. النهارده ما كل الانديه دي كانت عايزه تأيد وانت ما ايدتهاش، ما من حقها انها تأيد بقى، مش كده؟ ودلوقتي كل الاخبار بتقول ان اتحاد الكوره اجبعت للفيفا ان في عطل في السيستم. يا جماعه في طبخه، انا مش عايز اقول طبخه قذره تم طبخها عشان القيد ده يتم. والفكره هنا مش في اللعيبه، تاني باكد مش في اللعيبه. احنا اخر مباراه ضد الزمالك كان عندنا نقص في الصفوف، يعني لعبنا من غير يعني المباراه دي انا مش هنساها طبعا، 3-0 الاخيره دي. احنا عندنا لعيب احنا اتحرمنا منه بسبب انذار ظالم من حكم، مش عايز اقول يعني ضعيف المستوى. في الوقت اللي ابراهيم نور الدين ساب زيزو يسقط في منطقه الجزاء، يقع في منطقه الجزاء بارادته، وما ادالوش ولا حتى كارت اصفر ولا حتى لفت نظر. وما كانش عندنا لعيبه كتيره في الفريق، ولا وسط ولا دفاع، ورغم كده الحمد لله النادي الاهلي كسب 3-0. فالفكره ان مش الثلاث لعيبه دول اللي هيأثروا معانا، لكن الفكره ان انت بتطبخ لك لوائح بالتوازي بقى مع تصريحات زي مثلا تصريح خالد مرتجي الاخير، بالتوازي مع الشهر الحبس اللي المفروض مرتضى يتحبسوا لحد دلوقتي ما اتحبسوش. ايه في ايه؟ يا بجد في ايه؟ وخلي بالك انا مصمم ان انتوا هتدفعوا الثمن. اصل في مقوله انا قلتها كتير بس هكررها تاني، شفتها في مسلسل تشيرنوبل: كل كذبه الانسان بيكذبها بتدين للحقيقه بدين، هذا الدين سيدفع ان اجلا او عاجلا. فانتوا هتدفعوا الثمن، بس هتدفعوه انتوا ما معكوش حاجه. يعني خلي بالك، انت عمال تجيب لعيبه وعمال تدفع في الصفقات وعمال والمديونيه بتتراكم، وهيجي وقت وهتدفعها. هتدفعها ان ما كانش النهارده يبقى بكره. اذا كان النهارده في مسؤولين زملكاويه واقفين في ظهر الزمالك شغالين له مجاملات ووسايط، ففي وقت هيبقى ما فيش ولا مسؤول في البلد، مش لاقيين واحد بس في البلد زملكاوي. ما الاجيال اللي طالعه، انت شايف الزملكاويه نسبه الاهلاويه للزملكاويه كام؟ فما تقلقش، يعني هنعيش اليوم ده وهنشوفه وهنعيشه سوا كلنا، ما تقلقش يعني. بس هي الفكره ايه؟ الفكره انه ما ينفعش النظام يبقى كده، ما ينفعش الوضع يبقى كده.
مطلوب ان يبقى في تحقيق في ما حصل ده. ايه ازاي؟ ايه الجواب اللي راح للفيفا؟ وازاي القيد بيتفتح في فبراير؟ بناء على ايه؟ وبناء على ايه انت بقى بتاخد فلوس من الانديه؟ المفروض دلوقتي ان الانديه كلها تبلطج بقى على اتحاد الكوره، ما دام البلطجه بتمشي معاها. ودي مش دعوه للبلطجه، الدعوه للبلطجه قام بيها اتحاد الكوره مش انا. لما انت تمشي قرارك على الجميع الناس تسقف لك، لكن لما انت ترضخ وتروح توقع وتروح تسيب اللعيبه تتأيد وانت عليك 70 مليون جنيه عند فريق، يبقى انت بتعمل ايه؟ ما انت بتهرج. ناس بتتكلم عن ان اتحاد الكوره شايل الليله، اتحاد الكوره تعمد انه يشيل الليله، قصد انه يشيل الليله في ده الزمالك. وبعدين يقولوا ايه؟ يقولوا الاهلي نادي الدوري. الصديق الزملكاوي، الاخ الزملكاوي بلاش صديق، اللي جاي يحاسبن فيا على القناه. انت ما بتشبعش اكاذيب؟ عايز تسمع اكاذيب؟ روح اسمع اكاذيب مطرح ما انت بتسمعها. شوف قناتك، شوف مجلتك، اقرا الصحفيين بتوعك، اكاذيب هناك كتير. جاي ليه؟ لا بجد. انا اي حد لما بلاقي اعداد كتيره في القناه بحذر الزملكاويه ما تكملش عندي. اصل انا مش هسمعك الكلام اللي انت عايز تسمعه، رغم ان ممكن واحد تاني يقول لك ايه؟ ما يخش يشترك ويعمل مشاهده، ما انت الكسبان. لا وليه؟ مش عايز انا. لا بنقص. طبعا هيبقى في سهره النهارده صباحي عن الموضوع ده ان شاء الله. حتى لو انا النهارده بص مش قادر اعدل دماغي، هقعد النهارده ان شاء الله. لازم النهارده يبقى في كده مسرح نطلع عليه الاراجوزات. انا ما قلتش مين الاراجوزات، بس اكيد انتوا عارفين. السلام عليكم.